نجيب ساويرس، يعني هو قبل ما نخوض نروح لنجيب ساويرس. مصطفى بكري كان منزل بوست كده بيقول ان احنا اتربينا على الشلاولة والبتاو شلاولة والبتاو ومش عارف ايه تاني كده، واحنا مستحملين يعني مستعدين ان احنا ننتظر اكتر ولغاية ما الازمة دي تعدي والحال يرجع كما هو عليه. فدخل نجيب ساويرس قال له شلاولة يا شلاولة. تمام. طيب يعني انت اتربيت على الشلاولة والبتاو وكلت على ترابيزات جميع رؤساء الجمهورية اللي عدوا على مصر. تمام. ثم انت طالب مني انا الراجل الغلبان اللي بياخد مرتب فتافيت لا تسد رمق اي بني ادم عاقل، استحمل في بلد محمد رمضان ولا سين وصاد من الناس بياخدوا 40 و42 و45 مليون في الفيلم او المسلسل؟ استحمل ايه؟ والكلام ده كان ممكن تقولوه قبل ظهور السوشيال ميديا، فما كناش شايفينكو. دلوقتي احنا شايفينكو وشايفين اخباركو وشايفين الدنيا فيها. انا مش بحقد على حد ومش بغل على حد، بس المساواة في الظلم عدل. بمعنى ايه المساواة في الظلم عدل؟ طالما هي الدنيا كده فيها أزمة، يبقى أزمة، ما يعني أزمة على الكل. يبقى ما تبقاش أزمة عليا ومفيش أزمة عند سين وصاد من الفنانين وعين وغين. يبقى كله سواسية. ف احنا مش هنعيش على الشلاولة والبتاوة يا عم مصطفى. تمام. ونجيب ساويرس معاه حق لما قال لك شلاولة يا شلاولة. تمام. وتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. شلاولة ايه الشلاولة ده؟ اللي هو الشلاولة ده اللي هو البامية يعني، ولا انا مش فاهم ايه الشلاولة ده؟ يا ريت حد يقول لنا في الكومنتات.